السلام عليكم. هحكي لكم معلومة يمكن أول مرة تسمعوها، وهي إن أنجح فيلم في تاريخ السينما المصرية فيلم لنجلاء فتحي اسمه الرداء الأبيض. هقول لكم إزاي. في فترة الستينات والسبعينات كانت العلاقة بين مصر والاتحاد السوفيتي كويسة جدا، وكمان كان في اتفاقيات شغل ما بينهم، ومن ضمنها كان توزيع الأفلام المصرية في الاتحاد السوفيتي. تخيلوا، والله العظيم. وده حصل مع أفلام كتير زي الناصر صلاح الدين وصراع في الوادي وغيرها من الأفلام اللي اكتسحت السوق هناك في الاتحاد السوفيتي وحققت نجاح باهر هناك. في فترة الستينات والسبعينات كانت السينما المصرية في أوج عصرها، وكان النجوم غاية في الجمال سواء الستات ولا الرجالة، أناقة وشياكة ووسامة حدث ولا حرج، وإنتاج محترم وقصص رومانسية. يعني الموضوع كامل مكمل من كله. كل ده خلى الأفلام تجذب الجمهور الأجنبي بشدة. في سنة 1975 بينزل فيلم الرداء الأبيض لنجلاء فتحي ومجدي وهبة وأحمد مظهر، ومش بس كده، ويوسف بيك وهبة. وبعد كام شهر بيتعرض في الاتحاد السوفيتي. خد بقى الصدمة الأكبر، الفيلم باع 61 مليون تذكرة. تخيلوا، يعني تقريبا كل روسيا شافت الفيلم نفر نفر، لأنه كان بالنسبة لهم زي تايتانيك بالنسبة لنا. ولو دخلتوا على الإنترنت وكتبتوا اسم الفيلم بالروسي هتلاقوا مواقع كتير قوي في روسيا منزلاه، وحتى على اليوتيوب هناك لسه موجود، وفي ناس في روسيا بتشوفه لغاية دلوقتي. وده بسبب قصته الحلوة وجمال الممثلين وأناقتهم. وده اللي خلى فيلم الرداء الأبيض يحتل المركز السابع في تاريخ السينما في الاتحاد السوفيتي كأكتر فيلم باع تذاكر هناك. ومع ذلك في مصر محدش كتير يعرف الفيلم ده، ناس قليلة جدا اللي تعرف إن في فيلم، وفيلم جيد جدا لنجلاء فتحي اسمه الرداء الأبيض. دي كانت همستنا النهاردة عن فيلم من أشهر الأفلام المصرية اللي ذاعت في الاتحاد السوفيتي. أنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.